السلام عليكم، معكم عبد الرحمن. اليوم راح احكي لكم اخبار رياضيه لهذا الاسبوع. ريال مدريد يكتسح سلتك بخماسيه ضمن منافسات دوري الابطال ويتعادل مع جيرونا بهدف لمثله بالدوري الاسباني. هل صحيح انه الريال فريق منافس من الدرجه الاولى والصعب ينغلب، بس ليش النادي ببعض الاحيان تاثر بغياب بنزيما مع انه المنظومه متكامله، الا انه مرات بصير في تعثر؟ اما بالابطال الوضع ممتاز، مش زي بعض جماعه موسمين ورا بعض بيطلع من دوري المجموعات. بايرن ميونخ يتغلب على الانتر بهدفين بمنافسات الابطال. يلا الف مبروك للفريقين، اهم اشي ان الاثنين تاهلوا. وانا عن نفسي لو الباير بظل نفس هذا الاداء بعد كاس العالم راح ينافسوا بالادوار الاخيره. اما عن مانشستر سيتي اللي تغلب على اشبيليا بدوري الابطال، راح احكي عنه نفس الكلام اللي حكيته عن الباير، انه جد اذا حافظ على ادائه راح يضل منافس قوي بدوري الابطال. وانا اصلا توقعت له من زمان انه راح يلعب النهائي. وانتم شو رايكم؟ اكتبوا لي في التعليقات. اما بالنسبه لبرشلونه فازوا 4-2، بس عندي كم من سؤال. انتوا شو كان شعوركم وانتوا بتلعبوا على الفاضي؟ المشكله انه بيحتفلوا بالاهداف. عندي والله غريبين. شكرا انكم عملتوا لنا جو حلو هذا الموسم بالتحفيل والضحك. خسارتنا هذا الموسم انه بيكيه بده يعتزل، عاد والله كان فايدنا كثير. ويلا ان شاء الله تجيبوا مكانه ماغواير. حاب احكي لكم باخر الحلقه مقارنه صغيره. تعرفوا انه هالاند باحسن حالاته وباول مسيرته هذا الموسم ساهم ب 25 هدف، اما ميسي البرغوث يلي باخر مواسمه ساهم 26 هدف. انا مش زعلان عادي، بس يا ريت ما نقارن هالاند لا بميسي ولا حتى برونالدو. وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وديروا بالكم على دراستكم.